محمود، اهلا بيك يا كابتن. انا سعيد. اهلا بيك يا كابتن محمود. حضرتك طبعا يا كابتن متابع في الساعات الاخيره ازاي الجمهور مترقب انضمامك للاهلي، والحديث الدائم عن ارتباطك بالاهلي، والحديث عن ان ياسر ابراهيم ابتعد ومحمود مرعي يقترب، وان انت لاعب عندك الطموح ان انت ترتقي خطوه اخرى وتلاقي نفسك في منتخب مصر، وان انت صديق مقرب من محمد محمود، وده بيخليك متشجع ومتحمس اكتر لفكره الانضمام للاهلي. قول لنا يا كابتن محمود، ايه حقيقه مفاوضات الاهلي معاك، وهل فعلا انت قريب من الاهلي ولا في صعوبه في انتقالك للاهلي؟ طبعا الصوت مش واضح يا كابتن. تمام. طيب حضرتك في مكان او في طريق متهيألي؟ انا في الطريق. ممكن تقفل الازازه العربيه. بحييك وبقول لك الحمد لله، يعني الدنيا والله مفاوضات الاهلي يعني ماشيه. مفيش حاجه رسميه، ما اقدرش اقول لك في حاجه رسميه، بس الدنيا برضو وكيلي بيتكلم وهم النادي برضو بيتكلموا، فمش عارف لسه المفاوضات وصلت ليه والله. بس انت بشكل مبدئي مرحب ومتحمس لفكره ان انت تنضم للاهلي؟ طبعا اي حد في مصر نفسه يلعب في الاهلي طبعا. حاجه اكيده يعني، النادي الاهلي نادي كبير طبعا. طيب انت جالك عرض تاني من غير الاهلي؟ يعني هل في اي حد اتكلم معاك غير الاهلي؟ يعني هل الزمالك اتكلم عنك في الفتره الاخيره دي؟ يعني في الصيف انا عارف ان الزمالك كان بيفاوض. طبعا الزمالك كان في الصيف، كانت خلاص بشكل رسمي كنت تابع في الزمالك، بس النادي برضه بحترم الاداره وبحترم قرار الجهاز الفني في اللي هم شايفينه بيعملوه. طيب يا كابتن محمود، هل مجلس اداره دجله يعني استدعاك، قعد معاك، كلمك، قال لك ان فيها محمود عروض جايه لك واحنا بندرسها واحنا بنتناقش فيها، ولا ما اتكلموش معاك؟ لا، ما حدش كلمني بصراحه. طيب من النادي الاهلي هل تواصل معاك اي، من غير اسماء، من غير ما نقول اسماء، هل فعلا حد تواصل معاك يعني بيشوف رايك؟ بيشوف مع وكيلي مع وكيلك احد مع وكيلي احمد يحيى. وكيلك اللي هو مين؟ احمد يحيى. اللي هو وكيل كابتن مؤمن زكريا ايضا، اللي لسه مجدد عقد مؤمن من ايام، فده يخلينا متفائلين بان انت تكون قريب. طب انت متفائل ان انت قريب يا كابتن للاهلي ولا شايف ان في صعوبه؟ والله انا مركز دلوقتي مع النادي وفي تماريني وفي ماتشاتي. عندنا ماتش الانتاج يوم الثلاث، ماتش مهم جدا بالنسبه لنا، فانا مركز فيه. صحيح. لكن انا وكيلي هو شغال، لكن انا ما اقدرش اقول لك المفاوضات وصلت لايه ولا اي حاجه. لكن انا شغال مع النادي لغايه ما نشوف الدنيا توصل لايه بس. طيب لغايه دلوقتي، لغايه يوم الثلاث انا لعيب في وادي دجله. لحد يوم الثلاث، بس يوم الاربعاء ممكن تبقى في الاهلي. ممكن ولا مش ممكن؟ ايه؟ ممكن ولا مش ممكن؟ والله ما اقدرش اجاوب عليك. طيب انا هرجع لك يوم الاربعاء في نفس المكان وهتواصل معاك. تمام ان شاء الله. طيب يا كابتن محمود، خليني اسالك بعيدا عن انضمامك للاهلي دلوقتي، انت شايف فرصك في حال انضميت للاهلي، هل انت شايف ان هيبقى في فرص كبيره ان انت تشارك وان انت تظهر، ولا مش متخوف من فكره وجود سعد سمير وسليف كولوبالي؟ لا، مش فكره ان انا اروح الاهلي واقعد، لا انا اروح الاهلي وان شاء الله يعني ابقى من الفريق الاساسي، يعني من الناس اللي بتلعب 11 اللي بيلعبوا بشكل مستمر. يعني انت عندك بتركز رحت الاهلي وخلاص؟ لا، اروح الاهلي، هلعب في الاهلي ان شاء الله. باذن الله كده. ولو انا مش شايفها خطوه كويسه ليا في الملعب ما كنتش هروح، يعني لو هروح وارضى ان انا اقعد، مش هروح. انا اقعد العب في النادي بتاعي. ان شاء الله لو ربنا وفق ورحت هلعب ان شاء الله. طيب خليني اسالك السؤال الاخير يا كابتن، لو الزمالك دخل دلوقتي في الصفقه وطلبك، واصبح امامك كابتن المهندس ماجد سامي جابك كده قدام نفسك وقال لك الاهلي والزمالك والعرض واحد، انت تروح فين يا كابتن محمود بامانه؟ انا اروح فين؟ شوف، ما اقدرش اقول لك اروح فين. لا، قلبك يروح فين؟ الاداره انا بالنسبه لي الاداره هي اللي بتحدد كل حاجه. اداره النادي طبعا، انا النادي ده انا اتربيت فيه وعشت حياتي كلها فيه. اللي هو شايفه صح هو اكيد هو اللي بالنسبه لي اهم حاجه. طيب معلش السؤال الاخير، انت جالك عرض اوروبي ايضا ولا مفيش عروض اوروبيه؟ لا، لسه في كلام، بس ما فيش عروض رسميه. يعني في كلام شفوي مع وكيلك؟ ايه؟ في كلام شفوي مع الوكيل الخاص بيك؟ في، بس ما فيش حاجه رسميه يعني. في كلام بس مفيش حاجه رسميه. من الدوري السويسري ولا دوري ايه؟ ايه؟ الدوري السويسري؟ دوري لا، يوناني.
الدوري اليوناني. عموما يا كابتن محمود، انا عندي ثقه تامه ان انت خلال ساعات هتبقى في الاهلي، وهنبارك لك زي ما وعدتك هنا في يوم الاربعاء ان شاء الله. بعد يعني انت يوم الثلاثاء تبقى في دجله، يوم الاربعاء باذن الله هتكون في الاهلي، وهنبارك لك هنا على الهواء ان شاء الله، وتكون معانا برضو في اول مداخله بعد التوقيع للاهلي باذن الله يا كابتن. ان شاء الله. شكرا يا كابتن وبالتوفيق يا حبيبي. يعني واضح من طريقه كابتن محمود. طبعا مش هيقول ان انا وقعت الاهلي، ومش هيقول ان في خطوات رسميه بتتم، وطبعا هو الراجل بيحترم قرار مجلس ادارته، لكن من اللغه حضراتكم شايفين ان هو بيقول لحد يوم الثلاث انا في دجله، لكن وارد ان هو يكون يوم الاربع في الاهلي. وانا معلومتي ان هو خلاص قرب من الاهلي. هو التفاصيل الصغيره البسيطه جدا اللي بتتكلم في من 10 ولا 15 مليون، طب ما ممكن نلعب ما بينها 12 مليون، طب ما ممكن عمرو جمال يكون جزء من الصفقه، او ميدو جابر او لكن فيما يبدو ان خلال 48 ساعه ربما يكون محمود مرعي هو صفقه دفاع الاهلي اللي يعالج بيها اموره الفتره الجايه. كابتن محمود اهلا بيك يا كابتن. انا سعيد. اهلا بيك يا كابتن محمود. حضرتك طبعا يا كابتن متابع في الساعات الاخيره ازاي الجمهور مترقب انضمامك للاهلي، والحديث الدائم عن ارتباطك بالاهلي، والحديث عن ان ياسر ابراهيم ابتعد ومحمود مرعي يقترب، وان